السلام عليكم يا ولد. صار اختلاف بالشكل بس ما يخالف غطي اسبوع والشعر يطول. ما علينا. نشرت بوست على انستغرام وقلت لهم سألوني اسئله خاصه باهل البيت. خلينا نشوف الجرايد مال الاسئله. هل الكلام السيد صحيح او لا؟ الوشم حلال لو حرام؟ الوشم حلال، بس شلون؟ اذا اسوي وشم ما ترسم بيه رسومات مسيئه للدين ولا كتابه مسيئه للدين فوت سالم، بس اذا وشم تخليه مسيء للدين ورسومات شيطانيه وكتابات شيطانيه لا هنا نوقف. تعال خلينا نبهك على شغله. اولا هذا مو سيد، هذا شيخ. العمامه السوداء تسمى بالسيد والعمامه البيضاء تسمى بالشيخ. شوف كلام الشيخ تقريبا صح. يا بليش هسه فهمكم، لان هذا الفيديو مو بس هالفيديو نشره، فيديو ولايف فهم بي، وهذا الفيديو انتشر تقريبا بالعراق كله. الوشم اذا يكون تحت الجلد هذا ما راح يأثر على الوضوء. ليش؟ لان هو تحت الجلد مو فوق الجلد. تحت الجلد انه ما راح يبطل الوضوء. ليش؟ لان اكو نوعين، اكو تحت الجلد واكو لزقه. اللزقه تتخلى على ايد المكان الوشم او مكان اللزقه، هذا راح يبطل الوضوء. ليش؟ لان الماي ما راح يعبر على الجلد، لا راح يعبر على الوشم، والوشم مغطى على الجلد، فهنا المكان الوشم ما راح يتطهر. فهذا السبب الوحيد انه ما يخلي الوشم لزقه حلال. ثانيا حتى لو كان تحت الجلد ما راح يكون انه حلال. يا بليش؟ هسه انت هاي الصحة والعافية انت الممتلكه او الجسم كله انت ممتلكه، هذا خاص بيك؟ لا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. يعني الشغلة اذا انت لعبت بكيفك فرب العالمين راح يحاسبك، يقول لك انه هذا الجلد او الجسم كله ملكي. ملك الله، انه ما يصير انت تدق وشم. انت اول تالي يعني كانت لزقه او وشم، فانت اول تالي راح تتحاسب. يعني سؤال عن تربة الحسين او تربة كربلاء. شوف احنا ليش نصلي على التربة؟ لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واهل بيته وصانا على هذا الشيء، انه نصلي على تربة الحسين. واول شخص صلى على تربة الحسين اللي هو علي بن الحسين. ومن سجد على تربة سجد على قبر الحسين. من زار قبر الحسين كأنما زار عرش الله. حديث ثاني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا. السؤال الثالث عن الإمام علي عليه السلام. ما أقدر شنو أوصف لك يعني عن بطولاته، عن كرمه، عن بساطته، عن عظامته. السماوات والأرض والبحار يعني الدنيا كلها انخلقت عن أهل البيت عليهم السلام فقط. وعد إثبات هم عن حديث الكساء. قال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمس الذين هم تحت الكساء. قال جبرائيل: ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أمانة وهبتها يد القدرة للوجود. انت بس تخيلي انه هو ولي الله وسموه بأسد الله الغالب. تعال نضيف كتاب، وهذا الكتاب أحب أقلش انه الإمام علي عليه السلام سماه علي الله عز وجل. لما أردت أن أخرج ولدي على يدي هتف بي هاتف وقال: يا فاطمة سميه علي فإنني علي الأعلى. اشتقت اسمه من اسمي وأدبه من أدبي، ووفقت إليه أمري، ووقفته على غامض العلم، وولدته في بيتي، وهو أول من يؤذن فوق بيتي ويكسر الأصنام ويرميها على وجوههم. يعني ما أقدر أكملش. يعني هو رب العالمين سماه، وهو أخذ الأدب من رب العالمين والأخلاق. يعني يقول لك: أدبته من أدبي وخلقته من خلقي وولدته في بيتي. يعني بس تخيل هذا الشخص
السؤال هذا عن الإمام الكاظم عليه السلام. هو أكثر شخص على وجه الأرض انظلم. كان زمن العباسيون أكو شخص تقريبا حاكم العالم اللي هو هارون الرشيد. يوم من الأيام اجوا عباد هارون وقالوا له إنه الإمام الكاظم عليه السلام يحاول ياخذ سلطته. طبعا كلام هذول العباد كانت إشاعة على مود هارون رشيد إنه يعطيهم فلوس. راح هارون رشيد بنفسه وربط الإمام الكاظم عليه السلام وسجنه، إنه ما يعرفون ايش قد سجنوه بين 7 و9 و14 سنة. وكان يوصي عباده بال14 سنة إنه يوميا يعذبونه وهو بريء ومو يم الشغلة أصلا. كان يوم من الأيام يعبر بين السجناء أو ممر بين السجناء حتى يشوف السجناء، من ضمنهم الإمام الكاظم عليه السلام. عبر هارون وشاف قماش بالقاع وراح أول يوم رجع ثاني يوم وهمش بالممر ولقى قماش، وتقريبا ظل على هاي الحالة 7 أيام. فحاكى العباد قال لهم هذا القماش شنو قصته؟ انه كل ما اروح وارجع القاه. بعد قالوا له انه هذا مو قماش، هذا الامام الكاظم عليه السلام ساجد. سؤال اخير وكني تاخرت على الفيديو، شلون تريد تفهم الدرس؟ شلون افهمه وانا ما فاهم؟ يعني شلون تريد اطلع في المدرسه وانا اصلا ما طالع من المدرسه؟ والشيخ يعلم الصلاه وهو ما يصلي. بس انا راح اعطيك شغله انا مجربها بنفسي ونجحت. اذا عندك مثلا الاجتماعيات مادة درخ يعني تحفظها على قلبك، اوكي؟ انت لا تحفظها افهمها، اوكي؟ يعني مثلا التعريف يعرف لك عن الشغلة انه هذا الشيء هيك وهيك. انت لا تحفظه نصا يعني بتحكيه بس انت ما فاهمه بعقلك، انت فهمه بعقلك وراح تحفظه لا اراديا.